تتبيلة النهارده مش عايزة أقول لكم من أحلى التتبيلات اللي أنا عملتها على القناة بتاعتي. طبعًا إحنا عملنا مع بعض كتير تتبيلات للفراخ. الطريقة دي حلوة جدًا وبتطلّع معاكِ الفراخ دايبة، وعايزة أقول لكم ممكن تتبليها وأنتِ مستعجلة ساعة واحدة بس. يعني ده أقل وقت تقدري تتبلي فيه فراخ وتطلع معاكِ دايبة بالشكل ده، وريحتها حلوة أوي، واللحم كده من جوّه طعمه جميل أوي وآخد بالتتبيلة كويس. يالّا مع بعض نشوف عملنا الطريقة التحفة دي إزاي. ولو أول مرة تشوفوا قناتي أنا شيماء حمدي، متنسوش تحطوا لي اللايك على الفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين لسه. يلا بينا نسمي بسم الله ونشوف الطريقة ازاي. أول حاجة جبت بصلتين مبشورين وبشرتهم ناعم في الكبة أو على المبشرة تبع المتاح عندك، وزي ما هما ما صفيتهمش من المية بتاعتهم أو أي حاجة خالص. تمام كده تمام. بعد كده جبت علبة واحدة من الزبادي، وطبعا عاملين مع بعض الزبادي في البيت، يعني كله موجود في البيت ما جبناهوش من بره. طبعا عاملين الزبادي مع بعض في رمضان وطريقتها حلوة جدا. انا شلت القشطة بس من عليها ونزلت العلبة كاملة، ونص معلقة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، وكمان معلقة زعتر كبيرة. يعني عايزة اقول لكم الزعتر ده بيدي كده طعم في الفراخ وريحة تحفة جدا. وكمان رشة شطة صغيرة، يعني تبع الرغبة بتاعتك. ونص معلقة من البصل بودر، وعايزة اقول لكم البصل بودر ده احنا عاملينه مع بعض في تفريزات رمضان برضو. وكمان معلقة كبيرة من البابريكا. طبعا تتبيلة ريحتها حلوة جدا. وكمان لو عندكم كاتشب طبعا تحطي معلقة كبيرة بتديلها طعم جدا حلو. وثلاث معالق من الزيت. عايزة تحطي زيت زيتون لو متوفر عندك اوكي، مفيش تقدري تحطي من الزيت النباتي العادي بتاعنا. وتبتدوا بقى تقلبوا كل البهارات اللي احنا حطيناها مع بعض دي مع البصل لغاية ما تبقى سايلة بالشكل ده. عايزة اقول لكم ريحتها حلوة جدا. بعد كده جبت الفرخة بتاعتي، طبعا احنا غسلنا مع بعض الفراخ قبل كده كذا مرة في طرق كتيرة طبعا على القناة، فمش عايزة اعيدها تاني عليكم واطول عليكم الفيديو. فتحتها كده بعد ما غسلتها كويس وصفتها، فتحتها كده من الصدر بالمقص. وكمان شلت قطعتين الموزة اللي موجودين في الصدر دول، وبعينهم بنعمل بيهم وصفات تحفة. وكمان بدأت أقلبها كده على وشها كده، وجبت سلسلة الضهر وضغطت عليها ضغطة كده بحيث تبقى مفرودة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وجبت سكينة حامية كده وتبدأي تعملوا فتحات فيها بالعرض كده. عايزة اقول لكم الفتحات دي اللي بتخليها تتشرب معاكي التتبيلة بسرعة وما تاخدش معاكم اي وقت. وكمان هنعمل كده في الورك برضو وفي الجناحات. يعني هنعمل كل حتة فيها كده فيها فتحات كده بالعرض كده وبالطول. كل ده بتساعد. كمان عايزة أقول لكم الزبادي بتدّي طعم حلو كده، اللي هي بتخلّيك اللحم بتاعها دايب وبيبقى ناعم جدًا في الأكل. عايزة أقول لكم الطريقة دي هتبقى عندكم إدمان، يعني ما عدتوش هتشتروا فراخ مشوية من برّه. طبعًا إحنا كده ما عدناش هنشتري فراخ مشوية من برّه لإن أسعارها عالية جدًا، فإحنا عايزين نعملها في البيت وبتبقى كفاءتها برضه عالية. ما نعملهاش في البيت وبتطلع طعمها مش حلو، لأ عايزين نعملها وكفاءتها تبقى عالية. فالطريقة دي يعني عايزة أقول لكم جميلة جدًا، جدًا، جدًا. جِبت بقى بولة كده صغيرة وأخدت كمية كده، يعني معلقتين أو 3 كده من التتبيلة، وركنتهم على جنب وهنشوف هنعمل بيهم إيه دلوقتي. ما تنسوش يا حبايبي كده تكملوا معايا الفيديو للآخر عشان تعرفوا كل الطريقة وتطلع معاكم مضبوطة. و تنسوش تعملوا لي اللايك بقى، ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة كده وفعلوا زر الجرس عشان كل فيديو جديد بنزله يجيلكم إشعار بيه. ويلا حبايبي نشوف احنا عملنا ايه تاني. مسكت طبعا الفرخة بقى، عايزة اقول لكم من فوق ومن تحت. انا صراحة بحب اشتغل بايديا. اما بلبس جوانتي بحس ان انا يعني مش عارفة كده احس الحاجة في ايديا. طبعا طالما انتي ايديكي نظيفة، عايزة اقول لكم انا كل 5 دقايق يعني بغسل ايدي. ده في العادي، ما بالك بقى وانا بشتغل في الاكل بالذات. يعني كل ما بعمل اي حاجة بسيبها وبغسل ايدي. يعني طالما واثقة في نظافة ايديكي وفي المكان خلاص. بدأت بقى امسك بقى التتبيلة زي ما انتوا شفتوا ودخلتها في كل مكان، كل الفتحات اللي احنا عملناها ومن فوق ومن تحت. وغطيتها كده بقى بستريتش راب، وهحطها ساعة واحدة بس في التلاجة. طبعا عشان كنت يومها مستعجلة، والطريقة دي لو عملتوها برضه وانتم مستعجلين او ما عندكوش اي وقت هتنجز معاكم في وقت بسرعة. بعد مرور ساعة بالظبط جبت الجريل بتاعي وسخنته على النار ونزلت ب3 مكعبات من الزبدة. طب ازاي يا شيماء هنشويها واحنا نحطها على النار من فوق في الجريل؟ عايزة اقول لكم الصدمة اللي هنديها لها دي هي اللي بتدي لها اللون المميز اللي كأنها جاية من على الفحم من بره،
وريحة حلوة جدا. الزبدة بتدي لها ريحة روعة. طبعا نزلت كده واحدة روزماري. طبعا عايزة اقول لكم الروزماري بيديها نكهة في حتة تانية خالص مع الزعتر. يعني الزعتر والروزماري صدقوني هدولكم طعم مميز جدا للتتبيلة. وبدأت كده اشوحها زي ما انتم شايفين، ومش احطها خالص الفرن الا لما تاخد اللون اللي انا عايزاه، وهتشوفوه معايا لون حلو جدا. والزبدة برضو بتديلها طعم مع التتبيلة اللي احنا حاطينها طبعا، والزبادي ريحة عايزة اقول لكم ما شاء الله عليها. هتجربوها بإذن الله وهتعجبكم جدا. يعني من التتبيلات المميزة جدا جدا. زي ما انتم شايفين اخدت صدمة من جميع الجوانب خلاص. بدأت بعد كده انزل القنصة بقى والكبدة والرقبة، اي حاجة تبع الفرخة بقى بتاخد صدمة. طبعا انا مقلباها برضو في حبة تتبيلة صغيرين على قدهم كده، وسايباهم لغاية ما الفرخة اخدت تشويحة كاملة. وبعد كده نزلت بيهم ياخدوا الصدمة. بياخدوا لون وريحة حلوة برضو. بعد كده جبت الصينية بتاعتي ونزلت بالفرخة. وطبعا انا مولعة على الفرن سخن جدا، وانا بشوحها كده لدرجة حرارته بتبقى عالية، يعني 180، اعلى حاجة عندك 200. شوفي الدرجة اللي عندك اعلى حاجة ايه، وظبطي الفرن بتاعك عليها في الرف الوسط طبعا. وزي ما انتم شايفين حطيتها وجبت بقى، فاكرين التتبيلة اللي احنا شلناها على جنب؟ هي دي بقى اللي هنبدأ ننزلها كده حوالين الفرخة بتاعتنا، ونحطها كده على الكبدة والقنصة وعلى كل حاجة في الفرخة بتاعتنا، ونقلبها كده مع بعض. وعايزة اقول لكم الزبدة اللي احنا شوحنا فيها الفرخة طبعا هننزلها كده على الفرخة من فوق، تديلها لون حلو قوي قوي قوي. يعني لازم التصافي الزبدة المطرح كده الجريل بتاعك اللي انت عملتي فيها الفرخة تنزلي بيها فوق الفرخة كده والروزماري كده تمام. لا، هنجيب بقى لو عندكم ورق زبدة طبعا ممكن تحطوا ورق الزبدة الأول عشان صحي يعني أفضل، بس لو مش متوفر حطيت على طول الورق الألمونيوم وغطيتها. دخلت الفرن قعدت معايا قد ايه؟ عايزة اقول لكم قعدت معايا ساعة بس. بعد ما مر 3/4 ساعة شلت الورق الفويل وسبتها ربع ساعة. وعايزة اقول لكم ما فتحتش الشواية خالص، يعني هي اخدت لون من الفرن، يعني هي الساعة من غير ما افتح شواية ما شاء الله. اخر ربع ساعة اديتها اللون المميز اللي انتوا شايفينه ده. في اخر 5 دقايق سخنت قطعة الفحم دي لغاية ما سخنت كويس قوي، طلعت الصينية وحطيت ورقة كده على شكل طبق كده من الفويل، ونزلت بمعلقة زيت على قطعة الفحم وغطيتها بسرعة. عشان الدخنة بتاعة الفحم دي ريحتها هي اللي بتديكي الريحة المميزة بتاعة الفراخ المشوية اللي بتيجي من بره. وغطيتها كويس عشان اي دخنة من دي كده ما بتطلع ما بتخليكيش تاخدي الريحة اللي انت عايزاها كده في الفراخ. عايزة تستغني عن الخطوة دي براحتك، يعني دي حاجة ترجعلك لو انت عايزة بس الريحة اللي هي ايه، ريحة الفحم. عايزة اقول لكم الفراخ عاملة ازاي، دايبة دوب. يعني عايزة اقول لكم من ساعة واحدة بس وبمسكها كده بتفك من بعضها، وكمان تسويتها مظبوطة. عايزة اقول لكم هي سخنة جدا، يعني انا مش عارفة امسكها كويس. عايزة اوريكم كده الفصوص كده ناعمة قد ايه من جوه. الزبادي يعني نعمتها جدا في وقت قصير. مش عايزة اقول لكم تخيلوا طعمها عامل ازاي ولا ريحتها عاملة ازاي. عايزاكم تجربوها فعلا وانتوا هتشوفوا قد ايه الطعم والريحة تحفة ومختلفة عن اي تتبيلة تانية. ليه نشتري الحاجة غالية من بره كده واحنا ممكن نعملها باسهل طريقة في البيت؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. لو استفدتم كده منه يا ريت تعملوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم. وكمان شير كتير كتير لكل حبايبكم عشان قناتنا تكبر بيكم. واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، ومع السلامة.